الإشاعات والتلفيقات على الشاشات السورية مستمرة، فهي تدار كل يوم وتثبت وللمرة الألف غباء الإعلام الرسمي السوري الذي يقع دائما في فخ الإشاعة والأكاذيب. وفي آخر الخرجات الإعلامية الغريبة كشف ناشطون سوريون أن صورة النفق التي نشرها موقع التلفزيون السوري على الفيسبوك، وقيل إنها لنفق تحت الجامع العمري في درعا، تبين أنها لنفق تهريب مخدرات في المكسيك. وقد نشر الناشطون صورة هذا النفق على شبكة الإنترنت مرفقة بالمعلومات التفصيلية حوله. ولم يكتفي الناشطون بذلك فحسب، فقد امتلأت صفحة التلفزيون السوري على الفيسبوك بالعديد من التعليقات الساخرة التي تطالب التلفزيون السوري بصياغة أكاذيب أكثر إتقانا من تلك التي ظهرت في تلفيق خبر وصورة النفق الذين زعموا وجوده تحت المسجد العمري لتبرير حصار درعا واستهدافها بالحملة العسكرية. مصادر إعلامية إسرائيلية تسرب معلومات عن زيارة أيمن عبد النور إلى تل أبيب. على صعيد آخر، أظهرت صور نشرت على شبكة الإنترنت ما قيل عن زيارة رئيس موقع كلنا شركاء أيمن عبد النور لإسرائيل. حسب ما جاء في تقرير لتلفزيون الدنيا قبل أيام، هو عار عن الصحة. وقد تمكن بعض النشطاء السوريين من العثور على صورة جواز السفر الأصلي الذي تم تزويره وإلصاق صورة الزميل أيمن عبد النور عليه عبر استخدام تقنية الفوتوشوب. وفي سياق التراجع عن الأكاذيب بعد انفضاحها، أعلن حليف النظام السوري الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن الشيكات التي عرضها وقال أن الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز دفعها لتمويل بعض الأشخاص الذين يتربصون بسوريا كانت مزورة. وكانت جهات سعودية قد عمدت إلى رفع قضية ضد وهاب الذي قال في مؤتمر صحفي أن شيكات دفعها أمير سعودي إلى عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح بقيمة 300 ألف دولار أمريكي بتاريخ 30/6/2010. كما عرض شيك بقيمة 300 ألف يورو لدان بيترسون الذي قسم السودان، وشيك ب300 ألف دولار للنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، وشيك لنجل النائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام جمال خدام ب400 ألف يورو. أموال طائلة وصفقات ممولة من الخارج وعصابة من المندسين وأخرى من السلفيين ومؤامرة خارجية و الأوهام كثيرة تعددت مدلولاتها وتسمياتها، الغرض منها تمويه وتسليط الرأي العام الداخلي والعالمي وتشويه صورة الثورة والشباب السوري المتطلع إلى الكرامة والحرية.